يا صباح الخير. ابراهيم فايق صادفني فيديو ليه بيتكلم مع واحد من الناس اللي بيتكلموا عن التاريخ. والحقيقه انا مش هذكر اسمه رغم ان انا عارفه، لاني اعتقد ان هو راح الحلقه دي وهو مش فاهم هو رايح الحلقه دي ليه. في البودكاست اللي بيعمله ابراهيم فايق سأل اخونا دوت سؤال. قال له هي حتشبسوت كانت خلبوصه؟ والحقيقة إن دائما أنا بقول إن السؤال فاضح. الأسئلة تفضح نية صاحبها أكتر من الإجابات. الإجابات ممكن توديك وتجيبك، ولكن السؤال لأ. السؤال دايما صاحبه يعبر بيه عن نواياه وعن اللي هو عايزه وعن اللي عايز يوصل له. لذلك السؤال دايما كاشف وفاضح. والحقيقة إن إبراهيم فايق بيتصرف تصرفات دلوقتي ما تقدرش تقولها غير ان هي حاجات موجهه. وما ننساش يوم موت الكابتن احمد رفعت الله يرحمه، لما طلع يتاجر هو ونادر شوقي بموت الراجل على الهوا. والحقيقه ان اللي يتخيل، انا شفت الحلقه كامله على الهوا، اللي يتخيل ان ابراهيم فايق كان طالع يجيب حق احمد رفعت يبقى انسان ساذج. ولو ابراهيم فايق نفسه اقنعوه في قناه ان هو اللي بيعمله دوت هيجيب حق احمد رفعت، ده يبقى ساذج. ابراهيم فايق كان بيتاجر بموت احمد رفعت على الهوا، هو ونادر شوقي. الحقيقه لان نادر شوقي عارف القصه من اولها، وعارف ان دوت خارج من البلد بتصريح ان هو يلعب ماتش ويرجع، وهو اللي بايعه وهو اللي عامل له العقد وهو واخد العموله بتاعته كامله متكامله، وبالتالي عارف كل حاجه. انت عارف ان الراجل ده مجند وانت مخرجه بره البلد على اساس ان انت هتعمل له حاجه، تقدر تعمل له لعبه يعني. والكلام ده مش موجود في الجيش، وبالتالي كانوا هما الاثنين كانوا بيتاجروا بموت احمد رفعت. طيب ابراهيم فايق لازم يراجع نفسه حقيقه، لان ابراهيم فايق وام بي سي في مشكله. فام بي سي لما تاخد ابراهيم فايق تديله 10 اضعاف اللي كان بياخده في اون تي في. ده الحقيقه شيء لازم نتوقف عنده. في واحد من مشاهد فيلم طيور الظلام، استاذ وحيد حامد بيعلمنا درس لازم كلنا ننتبه ليه. لما بيروح علي المحامي المنتمي للجماعات الإسلامية لفتحي محامي الأرياف علشان يقول له ويعرض عليه إنه يفتح له مكتب في القاهرة بالقواضي كمان علشان يشتغل في القاهرة، وهو راجل محامي أرياف. فيقول له مقابل إيه يا علي؟ وهنا يعلمنا وحيد حامد الله يرحمه درس لازم كلنا ناخد بالنا منه. فيقول ولا شيء. فيقول وحيد حامد على لسان عادل إمام: مفيش حاجة في الدنيا مقابل لا شيء يعني. مفيش حاجة في الدنيا أبدا مقابل لا شيء يعني. والحقيقة ده درس لازم كلنا ناخد بالنا منه. وإبراهيم فايق بالذات وعمرو أديب لازم ياخدوا بالهم منه جدا. مفيش حاجة مقابل لا شيء. أنا إيه اللي يخلي شبكة تلفزيونية تاخد إبراهيم فايق من أون تي في اللي كان بياخد 4 مليون جنيه في السنة تديله 40 و50 مليون؟ 10 أضعاف ليه؟ بينما أنا لو عرضت عليه 6 مليون هيجي و8 مليون هيجي وهيبقى مبسوط. يعني اي موظف في اي شركه لما يروح بياخد راتبه العادل سي 20,000 جنيه، لما الشركه التانيه تحب تستقطبه هتديله 30 40، لكن تديله 200,000 ليه؟ اديله 10 اضعاف ليه؟ الحقيقه ان 10 اضعاف دي بتعمل حاجتين، او هنا ام بي سي تحديدا عشان نبقى واضحين بتعمل حاجتين. دي بيسموها سياسات احتكاريه، ان هي تبقى هي بس اللي موجوده، ما حدش يقدر ينافس. مين هينافس؟ مين يقدر ينافس؟ ما حدش يقدر ينافس. وبالتالي بتعمل نوع من انواع القهر عند القرناء. لما يجي واحد زي اي اسم، تامر امين مثلا، الراجل كان، وحتى تامر امين اتاثر جدا فتره تجديد عقده بالموضوع، لان تامر امين كان ساعتها بياخد تقريبا 5 مليون او 6 مليون وحاجه، وبعدين لا الناس بتاخد 40 و50 مليون وعيال صغيره بالنسبه له. ابراهيم فايق ده ولا حاجه يعني، تامر امين بيبقى له كام سنه شغال. وبالتالي جه قال لهم لا ما ينفعش، ده بياخد 40 مليون انتوا، لحد ما وصل ل 10 او 11 مليون حاجه كده. وبالتالي بتعمل نوع من انواع الاحباط عند القرناء، وبالتالي كلهم يبقوا شغالين وهم مش راضيين او نصهم مش راضي، وكمان ما بيدوش بنفس الكفاءه.
الحاجة التانية اللي تعمله ان هي تسيطر على البني ادم دوت وهو يفتكر انه عبقري. للاسف ان في ناس تصدق نفسها، فيصدق ان هو عبقري وان هو يعني بيعمل حاجة، وبالتالي ما يقدرش يرفض اي طلب. فيجي يقولوا له اعمل واحد اتنين تلاته فيعمل واحد اتنين تلاته، بل كمان وعقله يبرر له 100,000 تبرير ان هو ده الصح. فتلاقي عمرو اديب عمال يضربنا من اسفل الحزام وهو فاكر ان هو كده بيعمل مصلحه، وهو ممكن يكون مقتنع. يعني ممكن يكون هو شخصيا غباءه وصله لمرحله ان هو مقتنع ان هو كده بيعمل لمصلحه البلد، وهو ضدها كل الاتجاهات، بتقول ان هو ضدها وان هو بيعمل حاجات تخرب وما تصلحش. ولكن هو يبرر لنفسه لانه في 2.5 مليون دولار بيخشوا. لما يطلع يقول لك انا باخد 2.5 مليون دولار، الاعلام في في العالم العربي صعب قوي. الحقيقه ان 2.5 مليون دولار يبقوا قيمه مناسبه ليك يا استاذ عمرو لو في شبكه تانية ممكن تديك 2 مليون دولار. الحقيقه ان القيمه دي تبقى مناسبه جدا ليك يا ابراهيم يا فايق لما يكون في شبكه تانية. لو انت النهارده سبت MBC تديك 35 مليون او تديك 50 مليون. لكن لو مفيش حد، اقصى حد ممكن يديك 8 او 10 مليون، يبقى دي مش قيمتك. يبقى هنا لازم تسال نفسك السؤال ده، لازم تسال نفسك هم ليه بيمدوني المبلغ ده؟ رغم ان هو لو اديك 10 مليون هتروح، فمفيش حد تاني ممكن يديهم لك، فهتروح اكيد. فليه بيديك؟ هو ليه يديك 40 و50؟ ليه؟ عشان تعمل كده، عشان لما تتكلم على حتشبسوت تقول هي كانت خلبوصه، فتبدا تضرب في حاجات الشعب بيحبها او الشعب بيفتخر بيها. احنا عندنا تاريخ، لا طب خد التاريخ بتاعك اهو، ده كان يديك خلبوصه، وده كان خاين، وده كان بيضرب مش عارف مين، وده كان بتاع ستات، ودي كانت بتاعت رجاله، وهكذا. فيبدا يخربك. والنهج الحقيقه والسياسات الاحتكاريه دي، بلاش نقول الكلام تاني يعني السياسات تخريبيه. وهنلاقي ان مثلا شوفوا كده قبل بيراميدز كانت اسعار اللعيبه في مصر كام، وبعد بيراميدز اسعار اللعيبه بقت كام. والحقيقه ان انا اعمل هذا الفرق الكبير في الاسعار ده بيخلق حاله من عدم الكفاءه، وبالتالي هتلاقي ان الدوري المصري فعلا مستواه قل، لان التنافسيه قلت جدا. ما عادش فيه تنافسيه بالشكل المطلوب. الاول كان فيه تنافسيه معقوله، كنت هتلاقي الاسماعيلي بيلعب، المقاولين بيلعب، الزمالك، الاتحاد المصري، كل دول عندهم فيه تنافسيه رهيبه بينها وبين الانديه. كل ما انت هتزود الفلوس وبالتالي تبقى الانديه الكبيره بس اللي تقدر، والحقيقه ان مفيش حد بيقدر يدفع المبالغ اللي بتدفع دي غير بيراميدز والاهلي. الاهلي اللي قادر شويه لان الاهلي عنده موارد كتير وفطنوا للموضوع ده من بدري، قادر يصرف. غير كده مفيش تنافسيه، يعني مفيش حقيقي، مفيش تنافسيه. الزمالك شويه لان الزمالك عنده رجال اعمال بيحاولوا يساعدوا، انما بقيه الانديه مفيش اي تنافسيه. الاهلي امبارح كان بيلعب مع كهرباء اسماعيليه، الفريق كله كهرباء اسماعيليه كله تقريبا ب 250 الف يورو او حاجه كده، بينما الاهلي ب 38 مليون. مفيش، مش هيقدر. فدي الحاجات اللي بيحاول يخلقها MBC في الاعلام العربي والاعلام المصري خصوصا. عايز ده يعني نوع من انواع التنافس يمكن، ولكن انا بشوف انه نوع من انواع التخريب اكتر. واذا هم مش واخدين بالهم من الموضوع دوت، لا لازم ياخدوا بالهم. والناس اللي بتشتغل وفاكره نفسها ان هي عبقريه وبتاخد المبالغ دي عشان هي عبقريه، الحقيقه لازم تفكر مرتين قبل ما تشوف نفسها. لان الحقيقه لما هتقف قدام ربنا وتتسأل مش هتقول انا ما كنتش عارف، ولو ما كنتش عارف ادينا عرفناك. اشكركم على حسن المتابعه، ما تنسوش تعملوا لايك وشير على فيسبوك وتيك توك، سبسكرايب على اليوتيوب. انا عمرو محمود، ودول كلمتين من القلب. صباح الخير.